شكرا رئيس. السيد الوزير الأول، احنا كنا نتحرى برنامج 2015 وجانا شيء يشبه هو الخطاب خطاب حزبي من برنامج حكومي للسنة المقبلة، وندرنا على 5 عمان اللي هي منضة الرئيس، ودي قاعدات منهم اللي عام لعل تنساوه. ملاحظتي الأولى عن منين قطاع الصيد، ماني لهنا نرجع ليبيا اللي ذاك اللي قلت فيه قلتوا اللي هو 3 أيام الوزير ويدوروا عدوا وصلوا لكم. قطاع المعادن حتكلم عنه، ما اتكلم عن سنين ولا اتكلم عن مشاكلها بصفة خاصة، حتى كيف تكون انتم اللي يحتسب من اولاد الشركة اليوم عندها ياسر من المشاكل، ولا عن السعر قل متفشي فيها الفساد الاول منه الفساد للطاقة البشرية اللي قلتوا عنكم لا يتنموا، اطور سنين هربت كامل منها ينفع والمنها بقفم مو قورج ولا يسوى العنش ولا متكول عليش. لي مارشي ينعطاو بصفة ما هي مضبوطة، وتعودوا تتذكروا قضية المارشي قال بده والمدير اللي ينقز على رئيس ما لنا سامعين شيء، احنا ما لنا سامعين شيء بين الصكة بالبرلمان ولا طارية. اي ولا لا تقطعوني، انا قال لي الناس على كل حال فما مارشي قلب وفما تعودوا عالمين بديك 50 كاميون دو 250 طن دو مانيتاسيون دو ميناري اللي تعرفوا انها انشرات ما كانت يلا تنشرى كامله وواعره وثقيله، والمشروع قاع ما فات سنته وذاك ندي عنه المطلوب منه لا كوميسيون. فهم لي ستوك اللي ملان منهم لتار بلين دو لاساما ولتار بلين دي بوين سنترال ولتار بلين دو زوارات اللي عادوا وكر للسراق يسرقوهم يبيعوهم في زوارات وفي نواديب وفي نواكشوط بهم اللي ما هم محملين. هذا لا يعدل حال تسريم اليوم حكما لبري دو ريفيان دي ميناري لا هي الحق سون بري دافانت، وهذا ظاهر لي عنه يلا مدة تنتبه له ويلا مدة تعرف ذاك اللي يلا لا يعدل فيه. ثم لا ديسنتراليزاسيون، لا مركزية التسيير اللي قلت لنا مهمة سيد الوزير الأول، حد يدخل العمد والمستشارين من القوة بالدعاية العنصرية وبشراء الضمير، ما يقد يجبر بلديات صالحات يقد يقوموا بالتنمية. وهذا اللي نذكركم ذاك اللي خلق في نواذيبو وذاك اللي خلق في الزوارات اللي العمدة عندهم ينجح. ورق لي ما سيرفو بلي مونتان برديلا بريزيدان. عمدة الزوارات عندهم ينجح صاع نائب الأول الانجنيير بال شيف دو ديبارتمان على سنين باللي ما يليق به ذاك المستوى من المستشارين، هذا ما تقدر تعدل به الى مركزية التسيير. والعمدة اللي نجح في نواذيب واللي قالوا عنه مو نجاح الحراطين، راهم الحراطين يعرفوا عنه ما هو عمدتهم انه عمدة المافيا، واساسا من البيضان هي اللي جابته فهم، كانت خديعة للحراطين وخديعة للبيضان وخديعة للمدينة. السيد الوزير خالق مرده شفتها يامس في ليسيت، خالق جماعة من الدكاترة قالوا عنهم قاريين في المغرب وانهم لا يقوموا بنشاط لا يعطوا الصحراء الغربية للمغرب من موريتانيا. ظاهر لي عن ذا النوع من المبادرات خطيرة على السيادة وعلى الأمن وعلى الاستقرار، وقد قلنا هون مرات وما زال وجيزتكم لا ما قادي لهم ذا النوع من الناس اللي يمس من سيادتنا ويمس من أمننا واستقرارنا. ظاهر لي عن مدة عندها المشاكل الحدود المالية، ما عينا في المشاكل في الحدود الشمالية مع الصحراء والجزائر، ولا نقولوا الخلطة بعد قاع انهم صحراء ما يقدروا يعطوها. يا غير انتم اللي ما يلا تعودوا ساكتين عنهم وساكتين عن مثالهم اللي فاتوا، جاوا هون يعدلون المظاهرات لا يصادروا راينا من يندافعنا عن حياد اللي تعرفوا انتم عن الحياد ما نقدروا نحركوا عنهم على جهة الصحراويين، وحقهم في تقرير المصير وحقهم في حماية حقوق الإنسان اللي يبتطوا العليات والشباب والشوابين قدامكم ترعوا فيهم في التلفزة في العيون وفي الداخلة. إذا ما نعرنا على البيضان اللي يعدل لهم هذا وعلى مدة عندها الحق
واذا ما مشينا مع الامم المتحده والاتحاد الافريقي لا يمشي بنا حد شهر المغرب. هم ما مذكرين حرب الصحراء. والله انتم السيد الوزير الاول واجهزتكم الامنيه تبقينا نرجعوا للحرب. الحرب افطنوا شوين ولا ينفع. شكرا سيد النائب الموقر. لا ما ينفع.